اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده هنعمل فاصوليا بيضه في فرح بنت خالتي. فهنعمل بقى حله كبيره بقى. وهنا مقطع اتشال اللي هو الثوم والبصل، حطينا ثوم وبصل وحطينا فلفل اخضر وشوحناه على النار. وهننزل دلوقتي باللحمه. في تركية هنا حلوة قوي بس هي ما ظهرتش هنا، في مقاطع كده اتشالت مني. بس انا هقول لكم عليها. زي مثلا لو اللحمه اخدت وقت في السوى، حطوا لها معلقه او شوكه هتكمل سواها. عايزه اقول لكم اختراع فعلا، ما كنتش اعرف الموضوع ده. وكمان ممكن تحطوا شويه سكر برضو بتخليها تستوي بسرعه. هنا عشان احنا فرح عاملين حله كبيره. ده بنعمل غدا وعملنا ملوخيه وعملنا رز وعملنا سلطه. فكره حلوه قوي بتاعت المعلقه او الشوكه. بنت خالتي ربنا يبارك لها يا رب، هي اللي قالت لي على الفكره دي والتركايه والحركات. وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وكومنت حلو منكم. ولسه كمان هنزل لكم عشا العروسه. عملنا لها حمام وعملنا لها فراخ وعملنا لها جلاش وعملنا لها مكرونه بشاميل، لسه هنزلها لكم. وكمان الشعريه بتاعه الصباحيه. الفيديو ده برضو هينزل لكم قريب بامر الله، بس انا بمنتجهم. قلت بس اوريكم ايه النهارده الفاصوليا البيضه بالتركات والحركات اللي هم عاملينها. حلوه قوي الفاصوليا، طعمها تحفه 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 تحفه. هنا المقطع بتاع الصلصه ما تصورش، بس احنا هنا حطينا لها ميه مغليه. اهم حاجه للفاصوليا تكوني نقعاها قبليها بيوم. تكوني نقعاها قبلها بيوم. وبعد كده حطينا الميه السخنه، وبعد كده حطينا الفاصوليا اهي. زي ما انا قلت لكم كنا عاملين ملوخيه وعاملين سلطه وعاملين رز بشعريه. ما تنسونوش بدعاء، تدعوا لي دعوه حلوه منكم. يلا سلام.